لو الرواية الرسمية بتقول إن البشر بنوا الأهرامات بعقلهم، ففي رواية تانية أقدم وأخطر بتقول إن اللي بنى الصروح العظيمة دي ما كانش بشر بالمعنى اللي نعرفه. القرآن الكريم ذكر قوماً ربنا زادهم في الخلق بسطة، قوماً كانت قوتهم فوق أي مقياس بشري. بسم الله الرحمن الرحيم: وزادكم في الخلق بسطة. المفسرين قالوا إن قوم عاد كانوا عمالقة، طول الواحد فيهم كان يوصل لأكتر من 15 متر، وصدره أعرض من باب بيت. دلوقتي خلينا نعمل تجربة عقلية بسيطة. لو إنسان طوله 1.7 متر بيشيل وزن 50 كيلو بالعافية، تخيل عملاق طوله 12 أو 15 متر. حجر الهرم اللي وزنه 2.5 طن بالنسبة له زي قالب طوب. وهنا فجأة لغز وزن الحجارة بيبقى مش لغز، لكن القوة لوحدها مش كفاية. القرآن قال عن قوم عاد حاجة تانية خطيرة جدا: بسم الله الرحمن الرحيم: أتبنون بكل ريع آية تعبثون. كلمة ريع في اللغة معناها مكان مرتفع، والأهرامات اتبنت فعلا على هضبة مرتفعة مش في سهل. وكلمة آية مش أي بناء، ده بناء معجز يخلي اللي يشوفه يقف مذهول. هل ده مجرد تشابه لغوي ولا في إشارة خفية؟ القرآن كمان قال عنهم: بسم الله الرحمن الرحيم: إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. ذات العماد مدينة بأعمدة، بصروح شاهقة، بشيء لم يخلق مثله. والأهرامات مفيش بناء في تاريخ البشرية قدر يقف قدام الزمن زيها. السؤال هنا مش هل قوم عاد بنوا الأهرامات، السؤال الأخطر: هل القوة الجسدية وحدها تقدر تفسر الدقة؟ لأن حتى لو كنت عملاق، القوة هتشيل الحجر، لكن مش هتقصه بالملي، ومش هتظبط زوايا فلكية، ومش هتعمل نظام هندسي عبقري. يعني نظرية العمالقة ممكن تفسر النقل، لكن ما تفسرش العقل. وهنا التحقيق بيغير اتجاهه. ماذا لو اللي بنى الأهرامات ما كانش أقوى مننا لكن أذكى؟ ماذا لو السر مش في العضلات لكن في الطين؟